السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة بتاعتنا النهاردة من الجيزة، وبالتحديد من أسيم، من بيت شروق. شروق بنت عندها 26 سنة. البنت لما بتكون في بيت أبوها بتبقى مسؤولة مسؤولية كاملة من أبوها ومن أمها ومن إخواتها، ولكن لما بتروح خلاص بقى بيت الزوجية واتجوزت بتبقى مسؤوليتها من مسؤولية مين؟ جوزها. أي تصرفات بتبقى مسؤولية مين؟ الزوج، مش مسؤولية أبوها خلاص ولا أمها ولا إخواتها. هنا كان بين شروق وبين جوزها كل يوم والتاني خلافات، وتاخد بعضها وتغضب وتروح عند أهلها تقعد عندهم باليومين تلاتة، والتاني يروح علشان خاطر يصالحها. أبوها يقول لها خلاص يا بنتي بيتك وجوزك وعيالك، وتاخد بعضها وترجع البيت. استمرت الخلافات على كده كل يوم والتاني. تروح البيت شوية تغضب تروح عند أهلها، هو يروح يصارحها وهو كمان خد على كده، لغاية ما بقى في المرة الأخيرة خدت بعضها وما راحتش عند أبوها وأمها، وراحت راحة عند واحد قريب أبوها، قعدت عنده هو ومراته. يعني راحت قعدت عند الراجل في بيت أسرة، الراجل هو ومراته قعدت معاهم، لكن محدش عرف عنها حاجة. الزوج راح علشان خاطر يصالحها عند أبوها، ما لقاهاش عند أبوها. قال له الله، ما بنتك فين بقى إن شاء الله؟ قال له ليه يا ابني هي غضبت؟ قال له ايوه بقى لها 4 ايام. شوف بنتك بقى راحت فين وجت منين وبايته عند مين. طبعا الراجل ابوها اتجنن، البت فين وبقى لها 4 ايام؟ تاني عمل ايه بقى كمان؟ خد بعضه وراح عند اخوها الورشه. اخوها فاتح ورشه قلمتان، راح بقى علشان خاطر يسخن فيه ويهزق فيه ويقول له شوف اختك راحت فين، بقى لها 4 ايام سايبه البيت. اختك شوف شغاله ايه وبتعمل ايه، اختك مش عارف ايه، وماشيه شمال. طبعا الناس واقفه في الورشه الصناعيه يبصوا لبعض، والتاني واقف مكسوف وسط هدومه مش عارف يعمل ايه. خد بعضه وراح مروح على البيت، ويقول لامه وابوه امال هي راحت فين؟ قالوا له يا ابني دي اتصلت بينا وعرفنا ان هي فين، دي رايحه عند فلان الفلاني قريب ابوه. خد بعضه وراح لها، ولكن وهو رايح خد وحط قطر في جيبه من ضمن الادوات اللي هي بتاعت الايه الورشه عنده، ولكن هو كان حاطط القطر في جيبه. ليه بقى؟ هو الراجل دوت يعني او اخوها كان مبيت النيه هنا بقى، لان هو لما راح لها كان غضبان على الاخر، بقالها 4 ايام سايبه البيت ومش عايزه ترجع البيت. المهم يا ابن الحلال، ما هي قاعده عند واحد قريب ابوك وفي نفس الوقت مع مراته، يعني في بيت اسره او في بيت عيله. هو هنا راح زعق معاها، يلا عشان ترجعي بيت جوزك. انا مش هرجع بيت جوزي، انا مش هرجع له تاني. لا هترجعي له غصب عنك. مسكها ضربها المهم طبعا بدأت تقاوم، ولكن هو راح مديها في رقبتها واداها ببطنها لغاية ما ماتت منه. ايوه. والناس اللي قاعدة عندهم او يعني كانوا بقى بيحاولوا ان هو يعني يا بنتي يلا روحي مع اخوكي، ما مهما كان البني ادم تقيل يعني. لغاية ما البنت وقعت جثة بينهم. على طول طبعا بلغوا امها وابوها وبلغوا الاجهزه الامنيه، وكانت وتم القبض على مين؟ على اخوها. وطبعا هي قال على المشرحه. وعملت كده ليه؟ قال لهم علشان خاطر مش عارف اوري وشي للناس. الناس بتتكلم عليا وبتتنقز عليا ان اختك ماشيه شمال وبتروح وتيجي. ليه؟ علشان خاطر ايه؟ وتطلع قطر وتقتل اختك والدرجه ديت، والاخر هو اللي راح فيها، والتاني الزوج بعيد ولا وعايش بره عادي خالص، والتاني اللي السجن وياخد فيها الله اعلم بقى اعدام ولا ياخد فيها ايه. ليه ده كله؟ علشان خاطر ايه؟ انت هي قاعده عند قريب ابوك وفي بيت اسره، صالحها على جوزها وخدها على بيتك واتكلم معاها بالراحه، لكن بالطريقه دي ما ينفعش. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم جدا، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.